تمكن أولمبيك سيدي بوزيد من الظفر بخدمات ثنائي الترجي الرياضي التونسي بلال الشبار وعبد الرزاق بن عمارة في نطاق الإعارة، ووقع اللاعبين عقدين لمدة 6 أشهر. وعلمنا حسب مصدر فوت 24 أن الترجي الرياضي التونسي رفض عرضا من نادي لونس الفرنسي الراغب في انتداب المدافع الجزائري محمد أمين توغاي خلال الميركاتو الشتوي الذي أغلق أبوابه أمس الثلاثاء 31 جانفي 2023. ويذكر أن عقد محمد أمين توغاي مع نادي باب سويقة ينتهي في شهر جوان من سنة 2024. وتعافى لاعب وسط الترجي الرياضي التونسي غيلان الشعلالي من إصابته وعاد للتدريبات الجماعية، وسيكون حاضرا في مباراة الغد أمام النادي البنزرتي. ولن يكون الشعلالي أساسيا، لكن سيتم الاعتماد عليه في نهاية المباراة ليبدأ تجهيزه لمباريات دوري أبطال إفريقيا. وما دمنا مع المسابقات الإفريقية، فقد أكد محمد بالحاج رئيس مجلس إدارة نادي شباب الوزداد منافس الترجي الرياضي ضمن منافسات مجموعة دوري أبطال إفريقيا أن فريقه سيستقبل ممثل كرة القدم التونسية بملعب نيلسون مانديلا الجديد الموجود بمنطقة بوراقي الذي تبعد حوالي 17 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية. يذكر أن شباب الوزداد سيستقبل الترجي يوم 18 فبراير الجاري لحساب ثاني جولة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.